يا صباح الفل. النهارده هنعمل ميكس يجنن. دمجنا وجبة فراخ الكنتاكي المقرمشة السحرية مع نكهة صوص صيني أصيل من المطبخ الآسيوي بطعم العسل والصويا اللي بيخلي الفراخ تدوب في البق وتسيب نكهة ما تتنسيش. لا، والأحلى إن الصوص ده بيكمل الطعم، مش بيغطي عليه، بالعكس بيرفعه لمستوى تاني خالص. يعني ميكس قرمشة وطعم ولا أحلى من كده. سندوتشات سهلة سريعة وخفيفة، تنفع وجبة على السريع، تنفع لرحلة، تنفع حتى سناكس بالليل أثناء السهرة. الوصفة دي أخدت مني صدر فرخة واحد، يعني أنا محتاجتش كل ده. عملت منها بقى شرايح بانيه متوسطة، يعني لا رفيعة قوي ولا سميكة قوي. لما بلاقي بقى فصوص رفيعة في الجنب كده باخدها واعمل لها فتحة في النص كده وابدأ اخبط عليها بالسكينة علشان اعملها برضو زيها زي الباقي. انا ما سبتش فتفوتة، كل الاجزاء دخلت جوه الوصفة. يعني الشرايح الصغيرة دي بقى بدأت استعملتها كلها، سواء بقى جمعناها سواء بقى خبطت عليها عملتها ستريبس زيها زي الباقي. المهم ان احنا ما سبناش اي حاجة في الوصفة دي وعملنا كله. لما خلصت حطيت عليها شوية ملح وفلفل وبدأت أعمل في التتبيلة، وهي عبارة عن كوباية زبادي، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة فلفل أسود، معلقة ملح، وأقلب كل ده. همزج التتبيلة كويس وأبدأ أحط صدور الفراخ. هغمر صدور الفراخ كلها في التتبيلة مع بعضها وأقلبها كويس جدا وأغطيهم وأحطها في التلاجة أقل حاجة نص ساعة علشان تلحق تتشرب التتبيلة كويس. نعمل بقى طبقة القرمشة، ودي عبارة عن كوباية دقيق كبيرة، معلقتين كبار نشا، معلقة صغير بابريكا، بهارات فراخ، ملح، فلفل أسود، توم بودرة، مرق دجاج بودر وده اختياري. هقلب كل ده كويس وهروح أجهز بقى الصوص علشان تطلع من على النار على الصوص دايركت. معلقة زيت ومكعب زبدة وأسيحهم مع بعض وانزل عليهم ب3 فصوص توم مفرومة وأديها تشويحة كده لحد ما يوصل للون الذهبي. انزل عليه بقى ب4 معالق صويا صوص، وبنفس المعيار وبنفس الكمية هحط عسل ابيض، لو مفيش ممكن نستبدلها بمعلقتين سكر كبيرة. هقلب كل ده على نار هادية، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة خل اعشاب او تفاح او حتى خل عادي، مش هتفرق كتير. نقطتين 3 من عصير نص ليمونة، وكده الصوص يبقى جاهز. ويلا بينا بقى نحمر البانيه بتاعنا. زيت غزير على النار، هسيبه شويه يسخن، وتعالوا بقى اقول لكم ازاي القرمشه اللي في الكنتاكي دي بتتعمل. بجيب قطعه الفراخ اغلفها كويس الاول من الجانبين بالدقيق، وبعدين ابدا اضغط عليها جامد قوي كده زي ما انتم شايفين، كاني انا بالظبط بعجنها. شايفين؟ عارفين العجينه؟ انا بعمل فيها كده. شايفين؟ كاني بغطي كل الخلايا اللي فيها بالدقيق. بنفضها نفضتين 3 كده وارجع عجانه هي تاني، اللي هو خلاص يعني مفيش يوم ارحميني. بعد ما بنفضها شايفين التعريجه بتبقى قرمشه عاليه من غير بقى لا بقسماط ولا وصفات ولا اي حاجه من بره، زي ما بقول لكم كده، وعلى النار على طول. كمان من الاسرار الناجحه في القرمشه درجه حراره الزيت لابد تفضل ثابته، يعني ما تحطيش قطعتين مع بعض تقوم تبرد درجه الحراره. شوفوا بقى القرمشه وسمكها، طبقة قرمشة خطيرة، لون ذهبي رائع، حاجة أحلى من المطاعم بكتير، وكمان بيتي يعني ضمنها وعارفة هي مكوناتها ايه. شايفين الجمال؟ حقيقي أنصحكم تجربوها. لحد هنا بقى وصلنا للفراخ البروست والكنتاكي والفراخ المقرمشة، يعني تقدروا تاكلوها كده لو حابين. نبدأ بقى في الوصفة الآسيوية، وهي إننا نغلف الكنتاكي الحلو ده بصوص الصويا السحري اللي هيخلي كل قطعة أطعم من الدوناتس نفسه. اخر تاتش بقى ان جبت عيش الفينو او قطع البني دي وفتحتها واديتها تحميره كده بتدي لون وقرمشه جباره. بعدين هنحط الصوص بتاعنا ايا كان التوميه او المايونيز او اي صوص انت بتحبيه كطبقه اولى، وبعدين هنرص طبقات الخاص كده كلون اخضر، وانزل بقى بالقمر ده. يا جماعه دي مش مجرد سندوتشات، حقيقي دي لوحه مرسومه حرفيا، حاجه كده شكلها يفتح النفس. الوصفه بسيطه قوي لكن حقيقي الطعم يفوق الخيال. لو جربتوها هتعشقوها. لو الوصفه دي خطفت قلبك ما تنساش تعملي لايك وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.